وبسم الله الرحمن الرحيم. وده احلى طبق ملوخية تعمليه وتفرزيه، وبعد سنة في الفريزر هتيجي تطبخيه هيطلع بالجمال والحلاوة دي. بحبكم جدا في الله، تابعوني في الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا فاطمة وقناة إبداعات الماسة. بحبكم جدا في الله حبايب قلبي. طبعا من الفيديو وصورة الفيديو انتوا عرفتوا احنا بنعمل ايه. احنا بنعمل النهاردة ملوخية خضرة. هنعمل ملوخية خضرة بطريقة حلوة قوي تعجبكم. هفرزها، مش هعملها اكلها دلوقتي، هعملها قصد افرزها معاكي. بصي انا قطفتها وبعدين غسلتها وصفيتها على المصفى دي. اهم حاجة بصي وانتي بتقطفيها، بصي تبقى بالعنقود بتاعها كده. يا رب تكون الصورة واضحة ليكي. بصي تبقى الصورة دي اهي كده، الملوخية بعنقودها كده ماشي. دي اهم نقطة في الملوخية ما تيجي تعمليها. وتنقي طبعا الملوخية اللي عروقها قوية كده وعروقها من تحت الجذور بتاعتها حمراء، وتقطفيها وتغسليها مرة واتنين وتلاتة وتصفيها على المصفى زي كده. بس مسي بهاش تنشف، الدنيا حر وانتي قبل ما تخرطيها. وعلى فكرة احنا النهاردة هنخرط بايه؟ هنخرط بالمخرطة بتاعتنا. انا جربت طرق كتيرة جدا جدا للملوخية وافتكاسات بيجيبوها. اضربيها في الكبة، اعمليها نشفيها واضربيها بالهاند بلندر. لا، الملوخية هي الملوخية وما بتعجبنيش غير بخرطة المخرطة. هنخرط الملوخية ونرجع لكم تاني ونشوف هنفرزها ازاي. انا فرطت الملوخية بتاعتي على الصينية اللي هخرط فيها اهي. بصي انا قصدي بمندية ان هي زي ما انت شايفاها كده. بصي هي تحسي ان الملوخية مندية مش ناشفة. بصي مسي بهاش تنشف، ورقتها تكرمش منك، الدنيا حر وهتفرول منك وتغمق. هي تبقى ناشفة ايه مندية. بصي مندية كده، بصي زي ما انت شايفاها كده بالظبط. هخرطها دلوقتي وارجع لك. ومستمرين في خرط الملوخية. بصي خضرها جميل ازاي. ليه بقى انا ما سبتهاش تنشف زي ما قلت لك؟ هكمل الخرط وارجع لك عشان انا بصور بايد واحده. على فكره انا الحامل بتاع التليفون اتكسر، ادعوا لي انزل اجيب حامل. معرفش الاسعار ايه دلوقتي، اللي عنده فكره عن الاسعار يقول لي قبل ما انزل واتصدم. ودلوقتي الملوخيه بتاعتي انا خرطتها خلاص، فاضل لها خرطتين بس عشان انا مش بحبها ناعمه قوي قوي كده، لا بحبها فيها حراشه شويه كده. بس حبيت اديكي الصوره دي برضو معايا في اللقطه دي. انا هضيف للملوخيه بتاعتي ايه؟ ربع معلقه كربونات، ربع معلقه صغيره كربوناتو. ربع معلقه الكربوناتو دي اما بتشيليها في الفريزر بتحتفظ بخضرها زي ما هو. وهقولك على حاجه، دي كميه بتاعت كيلو ملوخيه اللي انا حطيت عليها ربع معلقه كربوناتو دي. والكربوناتو مش مضر خالص خالص للصحه، وهتجربيها وتشوفيها واعمل لك فيديو عن فوائد الكربوناتو وتشوفيه وتطمني بنفسك. ربع معلقه دي بتخليها خضره ان شاء الله تقعد سنه عندك في الفريزر. وقت ما تطلعيها وتعمليها بتفضل خضره، بعد طشه التوم كمان بتفضل خضره وشكلها تحفه. والحته دي بالذات انا خدتها من مطعم صبحي كابر، وطريقه التفريز نفسها لو رحتي فيهم اكلتي عنده هتشوفي طريقه التفريز، وهتشوفي الملوخيه اللي بيطلعها لك قصادك وبيطشها الطشه دي بيبقى عاملها ازاي. بتبقى متفرزه بالشوربه وبيحطها بكوبايتين شوربه تاني يظبطها بس قوامها، ويطشها ويجيبها لك بطشتها كده تحفه. جربي ومش هتندمي. هكمل وارجع. وكده خلاص انا خرطت الملوخيه خرطتين تانيين، هقرب لك الصوره بصي اهي. وكده خلاص هي على اني احطها في الشوربه، بس للاسف هكمل معاكي نظري لان التليفون مش راضي يظبط خالص من غير حامل، ومش عارفه اتصرف فيه ازاي. فبصراحه ربنا قررت اكمل لك نظري. ده كيلو ملوخيه، هحط معاه 3 كوبايات شوربه بس يغلوا، واسقط فيهم الملوخيه زي اي ملوخيه بتعمليها بس هتبقى تقيله شويه. هحط فيهم يا دوب الشوربه تغلي، اسقط فيها الملوخيه واضربها بالمضرب السلك. قلبيها بالمضرب السلك واسمعي كلامي وصدقيني. بعد كده تقلب قلبه واحده بس واطفي عليها البوتاجاز واسيبها لما تبرد خالص. بعد ما تبرد خالص هكيسها في اكياس تلاجة بالكميات اللي انا عايزاها. كلنا بنحب اول طبق في طشة الملوخية.
بيبقى احلى طبق. فانت على حسب الاسره اللي عندك، هل مثلا بيكفي تعملي كيس كبير شويه، بيكفي كيس على القد، يعني احنا بنحبها طبق جنب الاكل جنب الخضار، عايزه بتبقى اكله لوحدها تعمليهم الطبقين، كيسي زي ما تحبي. بعد كده بتفرزيها وتشيليها متفرزة، بتيجي تطلعيها تزودي معاها مقدار شوربة لغاية بس ما تاخدي القوام اللي انت عايزاه، وتعملي طشة التومة بتاعتك براحتك واشهقي براحتك وخلصيها، وهتطلع احلى ملوخية. وجربيها وقولي لي رأيك فيها ايه، واول ما اجيب حامل هطلع كيس منهم واعمله قصادك وتشوفي. وبكده وصلت لنهاية الفيديو، خلصت الملوخية بتاعتي. بعتذر على عدم التصوير على العملي على البوتاجاز علشان الحامل، ادعولي انزل اجيب حامل يكون حلو ويكون رخيص وحلو كده وعلى قد الظروف اللي احنا فيها. ده طبق الملوخية بتاعي اللي انا غرفته وعملت له طشة التومة لوحده، وبقيت الملوخية في الحلة زي ما هي. لما تبرد خالص هفرزها واشيلها في الفريزر، وقت ما احب هطلع ازود شوربة لغاية ما توصل للي انا محتاجاه، القوام اللي انا عارفاه، واعمل الطشه بتاعتي. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.